تتجه الأنظار إلى مدينة مكناس التي تحتضن فعاليات الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. ويعتبر هذا الملتقى موعدا سنويا بارزا يجمع مختلف الفاعلين في مجال الفلاحة من مختلف أنحاء العالم، ويشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض آخر الابتكارات في المجال الفلاحي والتنمية الفروية. من قلب مدينة مكناس جريدة جرسيف دو تواكب فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة هنا بالمغرب في دورته 18 بتغطية حصرية. اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة 18 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، والتي نظمت ما بين 20 و28 من أبريل 26 و2000 تحت شعار استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية، بمشاركة أزيد من 1500 عارض، ما كرس مكانته كمنصة دولية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات الفلاحية. وشهدت هذه الدورة حلول البرتغال كضيف شرف إلى جانب تنظيم أزيد من 12 رواقا موضوعاتيا تغطي مختلف سلاسل الإنتاج، من بينها رواق الجهات والقطب الدولي وقطب الصناعات الغذائية وتربية المواشي والمنتجات المجالية، إلى جانب فضاءات للآلات الفلاحية والفلاحة الرقمية والبيئية، بما يعكس توجه المغرب نحو الفلاحة الذكية وتعزيز حضوره على الصعيدين الإفريقي والدولي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.